اي حد من اللي بيفكروا يربوا طيور قبل ما بيبدأ بتربية الطيور بيسأل نفسه شوية اسئلة عن افضل انواع الطيور من حيث انتاج اللحم، ولو خلاص اخد قرار بتربية البط مثلا بيسأل ايه هي افضل السلالات في التربية، وايه هي افضل انواع البط من حيث ان هو بيرمي وزن والوزن بتاعه بيوصل لكام، وطعم لحمه ايه، والربح منه ايه. البط عامة بيتميز وبينفرد بنفسه بين الطيور المائية بمميزات عديدة، منها مثلا حجمه الكبير عن البط البلدي، كمان طعمه، وايضا كثير الشبه جدا بالبط البلدي او السوداني. البط المسكوفي كمان بيرمي اوزان اعلى بكتير من اوزان البط البلدي، يصل وزن الذكر الى 7 كيلو والنتاية ل 3 كيلو ونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أي حد من اللي بيفكروا يربوا طيور قبل ما بيبدأ بتربية الطيور بيسأل نفسه شوية أسئلة عن أفضل أنواع الطيور من حيث إنتاج اللحم، ولو خلاص أخد قرار بتربية البط مثلا بيسأل إيه هي أفضل السلالات في التربية، وايه هي افضل انواع البط من حيث ان هو بيرمي وزن والوزن بتاعه بيوصل لكام، وطعم لحمه ايه، والربح منه ايه. البط عامة بيتميز وبينفرد بنفسه بين الطيور المائية بمميزات عديدة، منها مثلا حجمه الكبير عن البط البلدي، كمان طعمه، وايضا كثير الشبه جدا بالبط البلدي او السوداني. البط المسكوفي كمان بيرمي اوزان اعلى بكتير من اوزان البط البلدي، يصل وزن الذكر الى 7 كيلو والنتاية ل 3 كيلو ونص. كمان بيمتاز البط المسكوفي زي ما قلنا بطعم اللحم، فهو بيعتبر داخل ضمن اسرة اللحوم الحمراء بخلاف انواع البط الاخرى. والبط المسكوفي انواع، وغالبا عشان تفرق بينهم بتعتمد على الشكل او القدرة على الرقاد على البيض واحتضانه، او مسميات اخرى بتعتمد على نسبة دهجين داخله في سلالة البط نفسها. فاولا من ناحية القدرة على البيض واحتضانه هيكون المسكوفي المعروف لدى كثير من الناس والمربين واللي بيتربى في المنازل او البيوت، وده بيكون نوعين: المسكوفي الخليط او المجنس، ده النوع الاول، وده نوع من البط بيبيض وبيرقد على البيض بتاعه، وبيمتاز بكونه بيرقد وبيبيض، دي اهم مميزاته، بيرقد وبيبيض، وكمان حجمه ووزنه زايد اكبر من البلدي. والنوع ده من المسكوفي منتشر في البيوت، واكثر ربات البيوت مركزة عليه جدا وعلى تربيته، وفي الغالب لا يتم تربيته في المزارع كمشروع اقتصادي لانه لا يحقق الوزن المطلوب بالنسبة للمزارع. النوع الثاني من البط المسكوفي وهو المسكوفي الاصلي او الحر، والنوع ده من البط المسكوفي بيبيض لكن مش بيرقد على بيضه، وان رقد لا يكمل دورة الرقاد بتاعته وبيقوم ويترك بيضه والبيض بتاعه بيفسد. النوع ده من البط بيكون مركز تربيته في المزارع سواء بهدف التسمين او بهدف انتاج البيض للتفريخ في فرخات آلية. اما بالنسبة لانواع المسكوفي من حيث الشكل او المواصفات الوراثية او الشكلية للبط المسكوفي، ففي شكلين للبط المسكوفي، والكلام ده في المسكوفي الاصلي او الحر، وطبعا الوصفين او الشكلين ليس لهم تأثير في البط من حيث الحجم او الوزن. الوصفين او الشكلين دول ايه؟ البط المسكوفي السكران، وده لونه بيكون اسمر ملبط بابيض، والبط المسكوفي البربري، والنوع ده بيكون لونه ابيض او ابيض وعلى راسه دقة سمراء مثل البغال، والذكور منه تفضل في تلقيح البط البكيني لانتاج البط المولر او البغالي. وطبعا النوع ده من البط بيخاف المربي من شرائه لانه ممكن يخدع فيه، فبيشتري البط البكيني على اساس ان هو مسكوفي، فعشان بيتخدع فيه كتير من المربين بيخافوا ان هو يشتريه، خاصة ان مش كل المربين بيقدروا يفرقوا بينهم في المواصفات. اما عن مواصفات البط المسكوفي من حيث المسميات، وده طبعا بيعتمد على نسبة التهجين، وبعض الناس بيقولوا البط المسكوفي او الحر بنعرفه من خلال وزنه وحجمه، فكل ما بيزيد نسبة الآر فيه زاد الوزن والحجم. فالآر بترمز إلى
نسبة التهجين في البط. فعندك مثلا نوع من البط المسكوفي اسمه الار 61، وفي الار 51، وفي الار 41، وفي الار 31. وللأمانة أفضل قطعان البط المسكوفي اللي موجودة في مصر هي قطعان شركة الوفا للإنتاج الحيواني. أنظف سلالة بط تاخدها من مزارع شركة الوفا بالنسبة للبط المسكوفي. أما عن دورة التربية للبط، دورته من 90 ل 120 يوم وليس أقل من ذلك. واللي يقول لك غير كده فهو إما مخطئ أو كذاب، لأن البط قبل كده قبل 90 يوم بيكون طري وفي دم في ريشه، والأفضل تكون دورته 120 يوم مع تعرضه للشمس يوميا، لأنه لما بيتعرض للشمس بيحمر وجهه، وده بيكون أفضل له في التسويق. أما كمية العلف اللي بيستهلكها البط المسكوفي، فالبطاية بتستهلك في الدورة كحد أدنى 10 كيلو علف وكحد أقصى 12 كيلو علف، والأفضل إنك تستعمل معاه نظام العلف المفتوح مش وجبات. في نهاية الدورة الذكر بيرمي معاك وزن يتخطى فيه 5 كيلو وزن، والنتاية بتعدي 3 كيلو ونص وزن. أما عن عيوب البط المسكوفي، فعيوب البط المسكوفي أول حاجة طول فترة التربية للدورة الواحدة، وده طبعا بالمقارنة بدجاج التسمين مثلا. كمان من عيوبه ارتفاع ثمن كتكوت البط، فيعتبر كتكوت البط أعلى سعر في الكتاكيت. كتكوت البط المسكوفي أعلى سعر في كتكوت البط عامة. كمان البط من عيوبه بيعتبر مجال خصب، البط المسكوفي يعتبر مجال خصب لغش التجار والنصب على المربين سواء تاجر كتكوت أو تاجر اللحم. من عيوبه ان البط المسكوفي بطيء النمو عن غيره من انواع البط. ده بالنسبة لعيوب الايه؟ لعيوب البط المسكوفي. اما مميزاته فباختصار مميزات البط المسكوفي كتيرة جدا، منها ان هو كبير الحجم عن غيره من سلالات البط. كمان من مميزات البط المسكوفي ان وزنه زائد عن البط البلدي، وكذلك جميع انواع البط. كمان من مميزات البط المسكوفي انه صاحب مذاق وطعم ممتاز، ومن مميزاته انه صاحب لحم احمر. ومن مميزات البط المسكوفي سهولة تسويقه عن غيره من البط، مطلوب ومحبوب عند كتير من عشاق اكل لحم طير البط. كمان من مميزات البط المسكوفي، ودي ميزة مهمة جدا بتميزه وبتخليه ينفع كمشروع، سعر الكيلو فيه مرتفع عن غيره من البط. واخيرا احسن موسم تشتغل فيه في البط المسكوفي في مصر الدورة اللي بتتباع في شهر رجب وشعبان ورمضان، والوقت ده بيكون اعلى سعر لتمن لحمه عند البيع. لكن البط المسكوفي شغال معاك طول السنة، وزبونه حاضر وزبونه موجود. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة في الفيديو. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، هنيالك يا فاعل الخير. حد يديني لايك، حد يديني شير، حد يديني سبسكرايب. ربنا يخليلك اولادكم. يا اختي قومي شوفي لك شغلانه، بلا لايك بلا شير بلا سبسكرايب بلا وكسه. هتخسري ايه يعني لو تديني لايك او شير او سبسكرايب؟ كل هيبقى في ميزان حسناتكم. ماشي يا اختي، هنبقى نديك لايك او شير او سبسكرايب، هنشوف اخرتها معاك.